حقق شاب تونسي شهرة واسعة في مجال تصميم وصنع القبعات والملابس الرياضية للنجوم المستديرة حول العالم، مما مكنه من تدشين خطوط توزيع في أوروبا ودول الخليج. ومن مجرد فكرة كانت في البداية لا تخرج عن المصحف وسط أصدقائه، حقق رجل الأعمال التونسي زياد بن أحمد الذي يعمل في مجال تصميم القبعات الرياضية والبدلات الرياضية في باريس شهرة واسعة في القارة العجوز وبعض الدول الخليجية، وذلك بعد أن أصبحت منتجاته مطلوبة من قبل نجوم كرة القدم مثل كريم بنزيما وليونيل ميسي ومبابي. ويعمل زياد بن أحمد وهو شاب تونسي في 33 من العمر مصمما للأزياء والبطولات والقبعات الرياضية، ويتخذ من باريس مقرا له، لكنه لم يكن يعتقد قبل سنوات قليلة أن يصبح واحدا من المشاهير في مجال إكساء الرياضيين ونجوم الساحرة المستديرة، غير أن عزيمته كانت دافعا أساسيا في أن يطور مشاريعه وينجح في ابتكار قبعات رياضية أصبحت من الماركات العالمية المميزة قبل أن ينجح في تصميم البدولات. ويعمل زياد بن أحمد وهو شاب تونسي في 33 من العمر مصمما للأزياء والبدولات والقبعات الرياضية